بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. بحبكم في الله. هنعمل النهارده شويه معجنات حلوه قوي، هتنفع معانا في الحر الصعب اللي احنا فيه. لو رايحين مصيف هينفع، لو رايحين في اي مكان بعيد هينفع ان احنا ناخدها معانا. حلوه قوي وطعمها في منتهى الجمال، وما شاء الله خفيفه جدا جدا. وهنمشي على شويه خطوات ان شاء الله تعجبكم، والعجينه هتطلع معاكم في منتهى الجمال. والنتيجة زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها لمعة كأنها محطوط عليها مادة دهنية، بس انا ما ضفتش عليها اي مادة دهنية الا في العجن بس. زي ما انتم شايفين كده معايا معلقتين من اللبن البودرة، ومعايا كيس خميرة، ومعلقة بيكنج باودر، و3 معالق من السكر، ورشة ملح، وبيضة. هنقلب الكلام الجميل ده كله حلو قوي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهعجن بمية. اهم حاجة ان احنا نعجنها حلوة قوي. كل ما تخدمي العجينة في العجن حلوة قوي هتطلع معاكي نتيجتها حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كل ما نعجنها وهنديلها حقها في العجن حلوة قوي هتطلع معاكي حلوة بجد. هتبقي مبسوطة من النتيجة بتاعت العجينة معاكي. عجينة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهلمها في ايدي. معايا معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الزيت، هيفرقوا معاكي في العجينة 190 درجة. هيديلها لمعة. الزبدة هتديلها طراوة وهتديلها لمعة وهي طالعة من الفرن كأنك حاطة عليها مادة دهنية. حلوة قوي بجد زي ما انتوا شايفين. هنعجن حلوة قوي. واحنا بنحط الزبدة والزيت هنحس ان هي بتتفشكل مننا، بس كل ما هنعجنها هتلم. هسيبها تختمر، هتاخد لها حوالي نص ساعة لان الجو حر زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول ان انا اكورها كور صغيرة بشكل واحد زي ما انتوا شايفين ده كيلو دقيق، معايا نص كيلو من العجوة. هنعمل اشكال حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده هتعجبكم. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده باشكال بسيطة. هفضل الف فيها زي ما انتوا شايفين كده وهعملها زي الحلزونة، وهقطعها تقطيعات بسيطة كده هتديني شكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين. هنعمل شوية اشكال حلوة مع بعض، سهلة وبسيطة وما بتاخدش مننا وقت ولا هي متعبة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كورتين كده وهعملها شكل فيونكة. شايفين ما شاء الله سهلة وبسيطة وما بتاخدش مننا وقت. هنفرد العجينة بتاعتنا حلوة قوي، ما يهمكيش هتزيد وهتبقى حلوة معاكي ومورقة. هنعملها ضفيرة بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه، وهنديلها فتحات بتبقى جميلة جدا، بتفتح معاكي في الفرن وانت بتخبزيها وبتديكي شكل تحفة. هفرد العجينة بتاعتي واحط فيها الحشوة وهنعملها على شكل وردة. معايا غطاء ازازة او كوباية صغيرة، وهنعملها على شكل وردة. شكلها جميل جدا وسهلة جدا جدا. ممكن تعمل لها فتحات من الوردة بتاعتها نفسها هتديكي شكل جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده. هحاول ان انا املئ العجينة بتاعتي من العجوة. اللي مش حابب ما يكترش عادي، ممكن يضيف اي حشوة هو عاجبها. هديلها فتحة كده من النص، لما اتنيها هتديني شكل قلب، شكلها تحفة جدا وطبقات. هنعمل الترس اللي بيبقى في معظم الافران، وان احنا بنحب ان احنا نشتريه. لما بنيجي نشتريه بتبقى القطعة ب5 جنيه، وهي ما خدتش مننا اي مجهود وبسيطة جدا وما كلفتناش اي حاجة. هنعمل برضو فيونكة، وهنعمل برضو شكل تاني حلو هيعجبكم. شايفين ما شاء الله. هنلف العجينة وهنعملها كده زي الفراشة. دي شكل فراشة، شكلها حلو قوي لما بتتخبز وبتطلع من الفرن. هنعمل لها فتحات كده زي شباك. اشكالها سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت. هنعمل وردة شكلها حلو جدا، اللي حابب ان هو يعملها.
ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، وان شاء الله ما بتاخدش وقت وبسيطة وسهلة حلوة قوي للمصايف اليومين دول، وهتنجز معاكي في حاجات كتيرة. شايفين ما شاء الله الاشكال حلوة قوي وسهلة، ما بتاخدش وقت. شايفين ما شاء الله على الجمال. عملت الكيلو دي عمل لي صينيتين، لو بنشتريهم من الفرن هنشتريهم بمبلغ وقدره. معايا بيضة وعليها معلقتين من الحليب وعليها فانيليا. هدهن وش المعجنات بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان احنا ندهنها حلوة قوي عشان تطلع معانا حلوة من قلب الفرن، وبتديكي لمعة حلوة قوي وهي خارجة من الفرن. نحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نوقعش على الصينية، علشان لما بتلزق بتخلي المعجنات بتاعتنا بتلزق في الصينية وبتتقطع مننا وما بتبقاش حلو. بسيطة كده ندهن الوش بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. لو وصلتوا معايا للنقطة دي يا ريت لايك علشان الكل يستفيد من الفيديو بتاعنا، ولو بتتابعوني من اي بلد يا ريت تكتبولي في التعليقات. شايفين ما شاء الله خبزتها وطلعت بالجمال والقمر دوت. طعمها جميل جدا وبتنجز معاكي في الحر. من حيرة الاكل والطبيخ الجو بيبقى حر، واحسن من اللي احنا بنشتريها من الافران ب1000 مرة. بتشتريها بمبلغ غالي جدا، وهي ايه شوية مية وشوية دقيق هنعمل احلى مخبوزات. شايفين ما شاء الله طرية جدا وهشة وزي الاسفنج وجميلة جدا. بيضة حلوة كده والحشوة فيها زي ما انتوا شايفين كده، وتحسوا ان هي مورقة وجميلة جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا الافضل والاحسن. ما تنسوناش باللايكات عشان الكل يستفيد من الفيديو، ولو بتتابعوني من اي بلد يا ريت تكتبولي في التعليقات. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.